السلام عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في برنامجكم قوارير في عدد جديد وحلقة جديدة على قناة السلام الفضائية. وسوف نتحدث هذه المرة عن التكنولوجيا والأطفال. فهل إن كانت لديكم أطفال في البيت أكيد تواجهون مشكلة تعلقهم بشاشات الهاتف أو شاشات التلفاز وغيرها من الأدوات التكنولوجية، ويمضون الكثير من الوقت على تلك الأجهزة. فهل هذا صحي بالنسبة لهم؟ وهل هناك إيجابية أصلا في هذا الموضوع؟ ماذا عن السلبيات والكثير من الحكي والدراسات التي نسمعها من هنا وهناك؟ لذلك سوف نتناقش عن هذا الموضوع في هذه الحلقة مع الأستاذة خديجة برهان، مستشارة أسرية ولايف كوتش في الحياة. مرحبا بك أستاذة خديجة بيننا. أهلا وسهلا فيك أستاذة نورة، حياك الله أنت ومتابعينك الكرام في برنامجك المتميز قوارير. أسأل الله عز وجل أن ينفع بنا جميعا. اللهم آمين. أستاذة خديجة، يعني كثيرا ما نسمع تلك الكلام عن أنه التكنولوجيا لها سلبيات ولها إيجابيات، وهذا الصراع ما بين الوجود ما بين إيجابياتها وسلبياتها. في الحقيقة يعني دعينا نتكلم أولا، ما هي سلبيات استخدام التكنولوجيا للأطفال؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. عندما نتحدث اليوم عن التكنولوجيا، الجميع يتحدث عن الموضوع أو الغالب من الناس يتحدث عن الموضوع من وجهة النظر السلبية أو من الجانب السلبي فقط. لكن إذا نظرنا اليوم إلى التكنولوجيا بشكل موضوعي وحيادي جدا، سوف نجد أنها أضافت للحياة شيء كثير وسهلت أمور كثير وعرفتنا وقربت العوالم المختلفة تماما بسبب وجود هذه التكنولوجيا. أصبح الإنسان اليوم قادر على الانتقال عبر الزمن، إذا قلنا مجازا، من مكان لمكان وهو في نفس المكان في نفس اللحظة مع الآخرين بسبب هذه التكنولوجيا. وأصبح الإنسان اليوم بدل أن يقطع المسافات الطويلة ويبذل الجهد والمال والطاقة لتعلم شيء معين، يحصل عليه بضغطة زر وهو في بيته. إذن هناك الكثير جدا من الإيجابيات في مسألة التكنولوجيا، وسوف يكون من الظلم الحديث عن السلبيات أو النظر إليها أو التركيز على سلبياتها المتواجدة. لكن بالرغم من الإيجابيات الكثيرة جدا، ظهرت سلبيات. هذه السلبيات التي ظهرت هي نتيجة فهم الناس الخاطئ لكيفية الاستخدام لهذه التكنولوجيا. فأكيد لكل شيء سلاح، هو سلاح ذو حدين. اليوم عندما نتحدث مثلا عن السكين في البيت، يمكن أن يقطع به الإنسان ما يستطيع من الفواكه والخضروات ويحسن استخدامه، ويمكن أن يسيء استخدامهم. هل سوء الاستخدام معناها أن السكاكين كلها هي مصيبة وبلاء على الناس؟ هذا يعني رأي متطرف جدا. إنما كيف نستخدم نحن هذه التكنولوجيا وكيف نستفيد منها ونستثمر منها، هذا هو الذي يجب أن نركز عليه. أما العيش بالخوف بالنسبة للسيئات، هذه إشكالية أيضا أخرى يعني أفرزتها الفهم الخاطئ لمسألة التكنولوجيا. نعم، هناك سيئات وهناك سلبيات، لكن قبل الحديث عنها يجب أن نعرف كيف نحسن استخدامها حتى نتجنب على الأقل ما هي السلبيات المتوقعة من هذه الأجهزة. جميل. أستاذ، أصلا يعني في خضم السلبيات والإيجابيات الكثيرة التي ذكرتها، يمكن متى نقول أن الطفل يمكن أن يبدأ استخدام التكنولوجيا؟ في الواقع أستاذة نورة، المشكلة الطفل مع التكنولوجيا هي مشكلة عميقة جدا، لذلك والسبب أنها تؤثر على طريقة تفكيره وتنشئته في الأساس، وهو ما زال شيئا رطبا وسهل تشكيله وتعليمه وإدخاله في نمط حياة معين. إعطاء الأطفال الأجهزة التكنولوجية أو الأجهزة الجوال والآيباد وأجهزة الكمبيوتر في أيديهم دون ضابط ودون حساب ودون تنظيم ودون سبب معلوم لأجله فقط، يؤدي ذلك إلى أن يتعلم الطفل أو يتكون عنده مفهوم التكاسل عن طلب أي شيء، ثم الدخول في عزلة اجتماعية، ثم تأخر في المهارات الحيوية في الحياة مثل النطق، المشاركات الاجتماعية، القدرة على حل المشكلات، التواصل الفعال، الإصغاء النشط، والكثير من هذه الأشياء يتأخر ويتراجع فيها بشكل قوي جدا. لذلك دائما نحن نحرص أن نقول لا نعطي الأطفال أي جهاز ليس في المراحل العمرية المبكرة، إنما حتى في المراحل المتقدمة لا نعطيهم إلا في مساحة محدودة وفي زمن محدود ولسبب محدد فقط،
بعد ذلك يجب أن يؤخذ من أيديهم حتى يعودوا إلى الحياة الطبيعية الواقعية التي يجب أن يعيشوها كأطفال عندهم نشاطات وحركة وممارسات ومشاركة في الحياة الاجتماعية. صحيح. ومتى يفترض أنه خلص يعني نستطيع أنه نتركهم يعملون بها أو يستخدموها نحن كأولياء؟ أساساً التكنولوجيا الموجودة الآن وخاصة الجوالات هي المفروض أنها للإرسال والاتصال، لكن أصبح اليوم عندنا الأجهزة المسماة بالأجهزة الذكية التي يكون الجوال فيه كل شيء. وجود كل شيء في هذا الجهاز يعني أننا سوف ندخل الأطفال في إرباك شديد جدا. لذلك أنا أفضل أن الطفل في المراحل الأولى حتى سن المراهقة يعني 17 لا يعطى الجوال بشكل كامل تماما. صحيح أن الواقع الحديث أفرز طريقة تعلم جديدة باستخدام هذه الأجهزة، لكن نستطيع أن نقننها ونستبدلها بدل أن تكون أجهزة فردية في يد كل طفل جهاز، أن يكون جهاز كبير مثل الكمبيوتر واللابتوب موجود في المنزل يتشارك الجميع في استخدامه. المشاركة هذه تضبط السلوك. إذا احتجنا في مرحلة 17 وهي في مرحلة المراهقة إعطاء الطفل أو الفتى في هذه المرحلة جهازا ما، يجب أن نتقيد بضوابط معينة مفهومة لكلا الطرفين في كيفية استخدامه وساعات استخدامه وطريقة استخدامه، حتى نتجنب السيئات التي يمكن أن تنتج طول تواجد هذه الأجهزة في أيديهم. فإذا نعطيهم في مرحلة متأخرة ولأسباب نحن نعرفها ونستطيع أن نضع لها ضوابط معينة في استخدامها. جميل. وهل يختلف استخدام كل فئة معينة أو فئة عمرية للتكنولوجيا وحاجتها لذلك؟ أكيد طبعا، يعني إذا لاحظنا نحن الألعاب بأبسط الأشكال الموجودة في الأجهزة التكنولوجية الجوالات والآيبادات، سوف نرى أن الألعاب أساسا هي مركز تقسيمها حسب الفئات العمرية. عندما نبحث عن ألعاب للفئة العمرية 3 سنوات سوف نجد ألعاب مخصصة لهم. عندما نبحث عن ألعاب مخصصة لل15 سوف نجدها. وأيضا هي مقسمة حسب الجنس، الأولاد لهم ألعاب خاصة والفتيات لهم ألعاب خاصة. هذا التقسيم ليس عشوائي، إنما هو تقسيم من أجل تحقيق أهداف معينة، رؤية معينة، توجه معين عند استخدام هذه الأجهزة. وهذا ما نقوله نحن أيضا عندما نستخدم هذه الأجهزة يجب أن نحدد لماذا نستخدمها حتى لا ندخل في متاهة كيف ننتزعها من أيدي أبنائنا. سوء الاستخدام في البداية يؤدي إلى إدمان استخدامها، وبالتالي نزعها من أيديهم يصبح مشكلة أخرى نحتاج إلى معالجتها. جميل. أيضا كيف نستطيع أن نقول أنه الأولياء لهم دخل في استخدام التكنولوجيا للأطفال من حيث سلوكياتهم مثلا؟ طبعا الصغير يتعلم بالقدوة. اليوم عندما نرى الأبناء أو يرى الأبناء والديهم يطيلون الجلوس مع هذه الأجهزة التي بأيديهم وتكون هي محل تركيزهم، يبدأ أدمغتهم ترى أهمية هذا الشيء ويتلهفون للحصول عليه. ذلك يبدأ الأبناء في التعامل مع هذه الأجهزة من منطلق التقليد فقط في البداية، لكن عند استخدامها يبدأون يشعرون أنهم في عالم آخر منعزل عن البيت، في عالم هم يحبونه. يعني كما لو أنني اليوم أخذ الطفل إلى مدينة الملاهي وأقول له العب ما شئت من هذه الألعاب، سوف يكون سعيدا، لكنني أدخل التشويش على دماغه وعقله. لذلك الآباء والأمهات هم أول المؤثرين في استخدام هذه الأجهزة. اليوم عندما أريد أن أقنن موضوع استخدام الأجهزة مع الأبناء يجب أن أقنن هذا الموضوع مع نفسي أنا. لا يجب أن يراني ابني أو ابنتي وأنا متلهفة في وجودي مع هذا الجهاز، حتى لو كان على سبيل العمل. يجب أن يكون هناك ضابط، لأن الأبناء كما قلنا يتعلمون بأعينهم وليس بألسنتهم، فما نقوله شيء وما نفعله شيء مختلف، معناها أن هذا الكلام غير صحيح فلا يقبلون عليه. ضبط سلوكنا نحن هو الذي يؤثر على أبنائنا في استخدام هذه الأجهزة التي بين أيديهم. جميل. هل يعني أحيانا الأولياء يكونون واعيين بهذا التصرفات أم لا؟ يعني مع الأسف الشديد هناك الكثير من الأولياء الذين لا ينتبهون لتصرفاتهم أمام أطفالهم، يكون هذا الأمر انطلاقا من وعي.
والله لو كان الأهل واعين لهذه السلوكيات لم نكن لنجد هذه المشاكل، لكن أصلا هم يبررون استخدامهم لهذه الأجهزة وقتا طويلا أو زمنا طويلا. فهناك غياب للوعي، ودائما يسيرون مع مسألة أضرار الأجهزة، والأجهزة أصبحت مشكلة في حياتنا. طيب إذا كانت هي مشكلة في حياتنا، الأفضل أن نجلس بوعي وإدراك وفهم أن نرى هل هي مشكلة على صعيد الأبناء فقط أم على صعيد حياتنا نحن أيضا. اليوم نحن نجد أن مسألة الأجهزة هذه والتكنولوجيا لا أصبحت لا تؤثر في الأبناء فقط، إنما أصبحت تؤثر على علاقة الرجل بزوجته في البيت الواحد، على علاقة الأسرة، على العلاقات الاجتماعية. أصبح تأثيرها سلبا وإيجابا ممتدا إلى مساحة واسعة جدا. إذا نحتاج نحن أن نراجع هذا الأمر بين أنفسنا ونكون واعين له حتى نحسن استخدامه، لأنه كما ذكرنا لكل شيء وجهين، إما سلبي وإما إيجابي. أي وجه ركزنا عليه هو الذي سوف يزيد في عالمنا ويتضخم، ونحتاج أن نتعامل معه. صحيح. أستاذة خديجة، أيضا كيف نستطيع أن نقول أنه أثر استخدام التكنولوجيا على سلوك الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة؟ هل هناك آثار معينة نلاحظها على الأطفال حين يستخدمون التكنولوجيا بكثرة مثلا قبل الدخول إلى المدرسة؟ نعم أكيد طبعا. يعني المشاكل الآن اللغوية التي تظهر على الأطفال، تأخرهم في الكلام وعدم قدرتهم على التركيز، أتت من وجود الأجهزة في البيت. الأجهزة التكنولوجيا ليست الأجهزة فقط الجوالات ولا الآيبادات، إنما حتى التلفاز. وجود الطفل في سن قبل المدرسة أمام شاشة التلفزيون وقت طويل جدا يؤدي إلى تراجعه لغويا، لأنه لا يستخدم أي لغة. حتى لو قلنا أنه يستمع، نعم يستمع، لكنه لا يستخدم أي لغة، لا يتعلم طريقة التواصل مع والديه أو مع المحيط من حوله لتلبية احتياجاته. اجتماعيا يصبح متأخرا، لأنه دائما أمام هذا الجهاز في البيت، فينشئ عالمه الخاص من خلال الرسوم المتحركة، فهو لا يستطيع أن يتواصل اجتماعيا في المدرسة. لذلك عندما يذهب الطفل الذي بهذه النوعية إلى المدارس، الأبوين يجدان صعوبة في تأقلمه، لأنه يكون شديد التعلق بالبيت، وهو حقيقة ليس بالبيت إنما بالجهاز الذي يجلس معه وقتا طويلا. عندنا مشاكل فرط الحركة الزائدة والنشاط الزائد بسبب غياب التركيز عند الأبناء. ظهرت عندنا مشاكل كثيرة جدا، لأن الطفل لم يعد طفلا طبيعيا اليوم. الأطفال بطبيعة الحال هم كائنات متحركة، تريد أن تكتشف الحياة، تكتشف ما حولها، تقلد، تجرب. هذا هو الطفل. اليوم هذا الطفل غير موجود. التجربة الوحيدة التي يقوم بها هي التجارب التي يأخذها من هذه الأجهزة، سواء كان تلفزيون، سواء كان آيباد، سواء كان جوال، ويحاول تطبيقها في أرض الواقع. ولذلك نجد الكوارث من مسألة التطبيق هذه أو التجربة من خلال هذه الأجهزة. جميل، شكرا لك أستاذة خديجة على هذه المعلومات. سوف نذهب فاصل أعزائي المشاهدين ونواصل معكم، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين أينما كنتم في برنامجكم قوارير، وفي هذه الحلقة المميزة التي تحدثنا عنها قبل الفاصل عن التكنولوجيا والأطفال مع الأستاذة خديجة برهان، مستشارة أسرية ولايف كوتش في الحياة. مرحبا بك مجددا بيننا أستاذة خديجة. أهلا وسهلا فيك أستاذة نورة، حياك الله. أستاذة خديجة، تحدثنا كثيرا عن الطفل واستخدامه للتكنولوجيا وآثاره وما قبل المدرسة وأثناء المدرسة. ماذا يحدث للطفل إذا استخدم التكنولوجيا في سن مبكرة جدا؟ هل هذا يؤثر له ويؤثر عليه وعلى سلوكياته في المستقبل حينما يكبر؟ أكيد طبعا. يعني استخدامه في سن مبكر بدون ضوابط ودون أسباب حقيقية يؤثر. نحن قلنا اليوم أن الأطفال بطبيعتهم مخلوقات تكتشف، تحب الاكتشاف والتجربة في هذه الحياة لتكوين خبراتها الخاصة. اليوم هذه الأجهزة، سواء كان التلفزيون، سواء كان الجوال، سواء كان الآيباد، عندما يستخدمه الطفل قبل سن المدرسة يؤثر عليه سلبا في المدرسة. اليوم عندما نجد صعوبات في التعلم في المدارس، يجب أن نسأل أنفسنا لماذا نجد هذا النوع من المشاكل؟ لماذا نجد صعوبة الأطفال الذين لا يستطيعون الاندماج مع زملائهم في المدرسة الذين يكونون أو يشعرون بالوحدة؟ لماذا نجد أطفال الذين عندهم مشاكل في السمنة؟
كل هذه نتائجها أو أغلبها عندما نحدد هذا الجزء نجد أنه طول استخدام هذه الأجهزة تجعل الطفل كائن غير نشيط، يأكل وهو جالس، يفكر وهو جالس، لا يكتشف الحياة، إنما هو متلقي فقط وليس مكتشف للحياة. متلقي يتلقى كل المعلومات والتعليمات من خلال هذه الأجهزة، سواء كان التلفزيون، سواء كان الجوال، سواء كان الآيباد، لكنه غير مؤثر. في السابق كان الطفل هو الذي يذهب للبحث عن المعرفة هذه والاكتشاف والتقليد والممارسة والتطبيق، فكان عند الطفل حصيلة من المعارف والخبرات البسيطة التي تؤهله عندما يدخل المدرسة لا يجد صعوبة في التواصل الاجتماعي، فيبدأ تطبيق هذه المهارات الحياتية التي اكتسبها في سن مبكرا. الآن لا نجد هذا النوع من الأطفال، نحن ما نراه الآن هو عبارة عن دمى متحركة فقط، لكن ليسوا الأطفال الذين نعرفهم الذين يكتشفون ويخترعون أي شيء في سبيل قضاء الوقت في حياتهم. يعني الطفل اليوم عندما يريد أن يلعب، إذا لم يجد لعبة جاهزة أو ألعاب جاهزة أو جهاز، لا يبتكر لعبة، إنما يشتكي ويتململ من الطفش والملل وإلى آخره. في حين الطفل سابقا بغياب هذه الأشياء كان يخترع اللعبة المسلية له ويخترع ما يتبعها من المتع، ثم يشارك الأطفال الآخرين حتى يستمتعوا جميعا، وكان يكون صداقات. أطفال هذا الوقت الحالي ليس عندهم أصدقاء أساسا، يعني كلهم أصدقاء افتراضيين موجودين في هذه الأجهزة. هذه مشكلة كبيرة جدا نواجهها على سبيل في مساحة التعليم أو التعلم في المدارس. صحيح، هناك الكثير من الأدوات التي يمكن أن يكتسبها الطفل من أجل تعلم مهارات معينة، ولكن بالمقابل أيضا صارت التكنولوجيا توفر بعض الأدوات التي تجعل مثلا للطفل إمكانية أنه ينمي مهارة الملاحظة أو مهارة مثلا اكتشاف الأصوات وغيرها. هل يمكن حقيقة أنه هذه الأدوات التكنولوجية التي تمت من أجل تنمية مهارات الطفل في هذه الأشياء، هل يمكن أن نقول أنها هي شيء بديل أو عنصر بديل عن الأشياء الواقعية مثل الألعاب الواقعية؟ كما ذكرتي، عندما نقول تنمي معناها أن في الأساس أن الطفل عنده هذه القدرة وهذه المهارة موجودة عنده، وبالتالي نحن نزيدها ونقويها من خلال هذه الأشياء. لكن أساسا الطفل ليست عنده هذه المهارات، إنما هو يعني تخيلي حجم الإرباك بالنسبة للأطفال عندما تأخذينهم إلى مدينة الألعاب أو تأخذينهم إلى محل الألعاب وتقولي له للطفل خذ ما شئت من هذه الألعاب. في البداية أول عندما يدخل الطفل أساسا دون أن تقولي أنت خذ ما شئت من الألعاب في محل الألعاب، هذا هو محدد ما الذي يريده من الألعاب. لكن هذه الكلمة التي ربما قلتيها أنت على سبيل إدخال السرور والسعادة أربكت الطفل، فيصبح ينظر للألعاب لا يعرف ما الذي يريد أن يأخذه وما الذي يريد أن يأخذه وما الذي لا يأخذه أو لن يأخذه، فيصبح عنده شراهة الحصول على هذه الأشياء. كذلك الطفل في وجود هذه الأجهزة وما بداخلها من البرامج والتطبيقات يصبح عند الطفل تشتت، لا يعرف ما الذي يأخذه وما الذي لا يأخذه. لذلك هنا نقول أن الوالدين هم المسؤولان عن هذا الجانب، تحديد المسار. إذا كنت لابد أن أستخدم هذه الأجهزة مع الأبناء يجب أن أحدد المسار الذي يجب أن يدخلوا إليه والهدف الذي أرغب أن أحققه، والزمن يجب أن أحدده ولا أجعله موضوعا مفتوحا، وأترك أغلب الوقت للطفل الراحة والحرية أن يمارس طفولته في اكتشاف الحياة. كما ذكرت أنت وأعيد أكرر، التنمية معناها أنه أصلا هذه الأشياء موجودة ووجدت واكتشفت ونحن نزيدها فقط. لكن ما يحدث في الواقع هو ليس هكذا. ما يحدث في الواقع أننا الطفل وحركته الزائدة تزعج الوالدين فيقرران أن يستانوا بإعطائه هذه الأجهزة، فيبدأ الطفل يدخل من مرحلة الصوت إلى اللا صوت، من مرحلة النشاط إلى اللا نشاط، من مرحلة الاكتشاف إلى اللا اكتشاف. هذا ما يحدث عندنا من التحولات السلبية التي نراها مع الأسف الشديد في واقع الحال. صحيح. ويقال أيضا أن الذي يستخدم التكنولوجيا أو الطفل التي عقله مليء بأجهزة تكنولوجية يبدأ العقل بالموت البطيء. هل هذه المقولة حقيقية أو ما صحتها إن صح التعبير؟
طبعا يموت موتا بطيئا، لأنه هو أصبح الآن داخل هذا الجهاز، يعيش داخل الجهاز. الحياة ليست أجهزة وليست التي داخل الحياة، هي عبارة عن جانب اجتماعي ينمو ويتطور من خلال الاحتكاك بالناس والحياة الواقعية. كيف نتعلم حل المشاكل إلا من خلال الممارسة والاصطدام بالناس والاصطدام بالواقع؟ كيف نتعلم الشجاعة عندما نختلط بالحياة كلها؟ كيف نتعلم التواصل الفعال عندما نختلط بالحياة الحقيقية؟ ما الذي يحدث داخل هذه الأجهزة؟ كله حوار صامت عبارة عن أزرار يتم ضغطها والكلام فيها بكلمات مختصرة وبسيطة. وعندما نلاحظ اليوم ما الذي حدث حتى للكلمات تم اختزالها في كلمات بسيطة وحتى أحرف رمزية للدلالة عليها، معناها أي تطور سوف يحدث الآن، ولا نمو ولا نضج. لن يكون هناك نمو أو نضج، ربما تكنولوجيا أو علميا يزداد، لكن حتى هذا كمان ضعيف، لأنه مع زيادة المادة المعروضة العلمية المعروضة أصبح الإنسان مشتتا، لا يعرف من أين يأخذ علمه وما الذي يأخذه وما الذي يتركه. فهي أصبحت بدلا أن تزيدنا قوة وتزيدنا فهما وإدراكا ونشاطا في الواقع، أصبحت مع الأسف الشديد نتيجة سوء الاستخدام أدت إلى تراجعنا في جميع نواحي الحياة، وهذه مصيبة. يعني كيف نعالجها اليوم؟ هل بأخذ هذه الأجهزة؟ هل بضبطها؟ هل بتعديل سلوكياتها؟ هل بتغيير طريقة نظرتنا وطريقة تعاملنا معها؟ يحتاج جلسة ووقفة طويلة جدا لحل هذا الأمر. صحيح. هل يجب أن نخاف من استخدام التكنولوجيا على الأطفال؟ على الأطفال يجب أن نخاف صراحة، لأنه أصبح اليوم بدل أن يكون المربين والموجهين للأبناء هم الوالدين فقط، أصبحت الأجهزة وما بداخلها، سواء كانت الألعاب، سواء كانت تطبيقات، سواء كانت الأصدقاء، هؤلاء أيضا يتدخلون في مسألة التربية والتوجيه. كثير من الآباء والأمهات عندما يشتكون من مسائل التربوية في أبنائهم أو المشاكل التربوية التي بدأت تظهر، يجب أن يدركوا أنهم اليوم ليسوا الوحيدين الذين يربون ويوجهون الأبناء، إنما هناك مربين آخرين دخلت أمور أخرى أصبحت تربي معنا. لذلك تراجع دور الوالدين وتضاءلت منزلتهما كمربين للأبناء، يعني أصبحت هذه أيضا إشكالية. لكن طبعا لا نريد أن نكون قاسين، هناك إيجابيات كثيرة، لكن سوء الاستخدام وعدم معرفة كيفية استخدام هذا الأمر الممتاز جدا أوجد مشاكل أكثر من الحلول التي من أجلها وجد هذا الجهاز. صحيح. أستاذة خديجة، أحيانا في بعض التطبيقات اللي هي على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، مع الأسف الشديد في نسختين مختلفتين، نسخة موجهة للعالم الخارجي اللي هو خارج الصين، ونسخة موجهة للصين. فأطفال الصين لديهم تطبيق تيك توك مختلف تماما عن ما هو مصدر لنا. نحن نصدر لنا تطبيق تيك توك ندخل ونجد فقط التفاهة والرقص وهكذا أشياء، وأطفالنا ينجرفون وراء هذه التكنولوجيا. بالمقابل حينما نرى التيك توك كتطبيق ونسخة موجودة على الصين، هو له وقت محدد جدا للأطفال، وأيضا حتى لما يستخدمه الأطفال هناك ألعاب وهناك أشياء رياضية وعمليات رياضية لتنمية الرياضيات عندهم، فالأمر مختلف كاستخدام التكنولوجيا هذه. فهل هذه يعني تجدينها كأنها شيء مقصود لتدمير الأطفال خارجا مثلا كعالمنا العربي وغيرها، كأنه هذه التكنولوجيا تستخدم لزرع الفساد وزرع الأفكار الغير جيدة عند أطفالنا؟ طبعا تطبيق التيك توك هذا بالفعل كما ذكرت في الصين، النسخة المقدمة للصين هي تهدف إلى تنمية الشعور الفرد بالجماعة حسب توجهات الدولة يعني. فإذا هي هنا الدولة تتحكم بهذه الأشياء، وهذه مسؤولية عظيمة طبعا، وهذه هي المسؤولية الحقيقية في مسألة التطبيقات والبرامج وما يعرض وما يقدم في وسائل التواصل الاجتماعي، سواء في التلفزيون سواء في الجوالات. يجب أن تكون الدول حسب توجهاتها هي ما تقدمه لشعبها. لذلك الصين عندهم توجه معين في طريقة بناء الفرد في المجتمع وبناءه كنتيجة للدولة، يعني كيف يخدم الدولة، ما هي الأفكار التي يجب أن يعتنقها، كيف يكون سلوكه. وكما ذكرنا أن اليوم المربين أصبحت الأجهزة وما بداخلها، فإذا الوالدان في الصين ليس لوحدهما يستطيعان تربية هذا الفرد إذا ترك للعالم المفتوح، إنما تتدخل الدولة أيضا في توجيهه وتربيته من خلال التطبيقات، من خلال البرامج، من خلال ما يعرض.
ليس فقط في برنامج التيك توك، إنما في برامج التلفزيونية في الصين تقدم بطريقة منهجية معينة لإحداث تغيير في طريقة التفكير في اتجاه معين يخدم توجهات الدولة من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لذلك يصبح الشعب الصيني اليوم كله نسخة واحدة فيما يعتقده وما يحمله من قيم مجتمعية. ما يصدر لنا نحن يصدر لنا كل التفاهات، وذلك لإلهائنا وإشغالنا عن التفكير في الحياة. وخاصة نحن المسلمين اليوم عندنا قيم اجتماعية وقيم اقتصادية وقيم سياسية وقيم للحياة أو قيمة للحياة نستمدها من خلال القرآن العظيم، يعني من خلال كلام الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا ضابط شرعي في سلوكياتنا، في تعاملاتنا، في علاقتنا مع كل شيء من حولنا، سواء مع أنفسنا أو مع الآخرين أو مع الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. طيب كيف يتم اليوم هدم هذه المنظومة الفكرية التي لدى المسلم؟ يتم هدمها من خلال نشر كل التفاهات وتسهيل الوصول إليها، فلا يصبح للشيء قيمة ولا يصبح للشيء معنى، فيصبح الأبناء أو المستخدمين هذه التطبيقات لا يحملون في أذهانهم لا معرفة لا علم لا إدراك ولا تقدير الأشياء ولا تقييم لها أنها نافعة أو ضارة، فيتم هدم الأبناء ثم هدم الأمم بهذه الكيفية. أيضا نفس الشيء في الصين، نوعية الكتب التي يتداولونها الكتب الثقافية هي لها توجه معين. عندنا نحن العالم مفتوح على مصراعيه، يعني ما ينفع وما يضر يدخل إلينا من كل نافذة ومن كل باب، وهذا أدى إلى أن أصبح الجيل كله مشوشا ولا يعرف قيمته وليس له أهداف عظيمة يعيش من خلالها أو لأجلها، وهذا ما أوجد صعوبة في توجيه هذا الجيل في الانحرافات التي بدأت تظهر لهم. فهذا التوجه ليس عشوائيا، إنما هو مدروس ومعلوم. حتى في وجود الأجهزة، من اخترع الأجهزة الآيفون والآيباد كما يقال يعني أنه أبنائه ليس عندهم هذه الأجهزة في البيت، إذا لماذا تم اختراعها لأبناء الآخرين؟ لتحقيق الأرباح المادية فقط عن طريق تدمير العقل يعني، وإفقاده القدرة على تقييم ما ينفع وما لا ينفع. فإذا ليس كل ما يصدر لنا عشوائيا، كله مدروس دراسة دقيقة جدا لتحقيق أهداف معينة، وهذا ما نلاحظه. كل الذين يخرجون في التيك توك ليس لهم هم ولا رسالة يوصلونها غير رسالة التفاهة فقط. صحيح، وهذا مع الأسف ما نلاحظه كثيرا منتشر في الآونة الأخيرة، سواء في التطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي أو الاستخدامات كأجهزة لأطفالنا وغيرها. لذلك علينا نحن كأولياء وكبار علينا نكون واعيين في استخدام التكنولوجيا مع الأطفال وكيف نوجههم إن صح التعبير. شكرا لك أستاذة خديجة على هذه المعلومات الشيقة والقيمة. وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، شكرا لكم لاستماعكم إلى الختام. نلتقي وإياكم في العدد القادم إن شاء الله. السلام عليكم.